السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. النهاردة هنحلل مع بعض ماتش الأهلي والاتحاد. قبل أي حاجة نقول مبروك لجمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. ماتش الاتحاد اللي احنا شفناه وأنا كنت متوقع صعوبته قبل ما يتلعب. طبعا عندنا احنا لعبنا السبت ولعبنا الثلاث وهنلعب السبت صن داونز، وفي وسطهم طبعا سفر لجنوب افريقيا. فكان مجبر الناس اللي كانت بتقول ان لاسارتي ما يعملش تغييرات السبع لعيبه دول، انا مختلف معاهم. كان مجبر ان هو يعمل التغييرات دي، وانا كان نفسي يعمل اكتر من كده. وبالاخص زي ما انا قلت 100 مره في فيديوهاتي اللي راجعوها، قلت يطلع ناصر ماهر ويلعب صالح جمعه او يلعب مكانه حسين الشحات في المكان ده. فانا مختلف مع كل اللي كان معترض على التغييرات السبعه اللي عملها لاسارتي، ان مجبر على كده. ان احنا طبعا ما هنسافر، خلاص قاعدين مسافرين النهارده، هنسافر الاربع وهنلعب السبت وهنرجع من السفر نلعب مع مصر المقاصة. فطبعا ضغط مباريات في شهر ابريل، فاللي بيعمله لاسارتي وهو ده اللي على الوقت البعيد في المطوشه اللي جايه في الصعب، هيبقى النادي الاهلي اكتر فريق في الدوري عنده لعيبه جاهزه دوليه، ولاعيبه كلها فت، ولاعيبه كلها يعني على اعلى مستوى، كلهم زي بعض. يعني احنا التغييرات اللي حصلت امبارح لما نشوف، نجيب كده من الاول: رامي ربيعه لعيب دولي، ياسر ابراهيم لعيب هيبقى دولي ان شاء الله، احمد فتحي حدث ولا حرج، جيرالدو، حسين الشحات، ازارو، فيعني وكريم نيدفيد طبعا كان حسام عاشور. في السبع تغييرات انا كان نفسي يبقوا 8 يريح ناصر ماهر ويلعب صالح جمعه من اول الماتش، او قلنا زي ما قلنا يلعب حسين الشحات مكان صالح، مكان ناصر ماهر. انا يعني عاوز ناصر ماهر لعيب جيد جدا وجاي مستقبل، لكن بقول لكم انا مش فعال، ما بيعملش، هو بلاي ميكر، ما بيعملش فرص لزمايله ولا المهاجمين. الاتقان عنده لسه شويه، وانا قلت الكلام ده في كذا فيديو، وانتوا اللي طبعا شفتوا امبارح ناصر ماهر كان هنقول مرهق لكن هو مقصر في الفرقه. شفنا لما نزل صالح جمعه ونزل رمضان صبحي الماتش اتغير ازاي. طبعا لو جبنا احنا من ورا بقى الشناوي صراحه بدا حسينا ان مستواه رجع زي كاس العالم، بدا نحس ان هو تقيل في الجون غير الفتره اللي كانت قبل كده، تحس ان هو مهزوز، وكان النادي الاهلي والجمهور واللاعيبه خايفه تبقى قلقانه من الكره ما توصل عنده. لكن دلوقتي احنا حاسين ان هو رجع لمستوى كاس العالم. طبعا معلول اي نعم مستواه، بس ما فيش غنى عن علي معلول. علولو صفقه احسن باك شمال في افريقيا بحالها، وربنا يحفظه من الاصابات. وطبعا شفنا امبارح رامي ربيعه وياسر ابراهيم، حقيقي احنا اطمنا على الدفاع بتاعنا. ونفسي انا في ماتش هناك جنوب افريقيا يعني يلعب سعد سمير مع ياسر ابراهيم او رامي ربيعه عشان الطول، عشان الكرات العرضيه. ناصر يعني عاوز اقول ايمن اشرف لعيب كويس جدا، ولصرت فكرته ان هو بيلاعب ناصر ماهر، قصدي بيلعب ايمن اشرف في المكان ده عشان ما فيش حد كورته على الارض، لا رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم ولا سعد سمير كورته زي ايمن اشرف على الارض. فهو ده اللي بيخليه لصرت يلعبه في المكان ده. لكن في المطوشه اللي بره تملي الكرات العرضيه بتبقى اكتر، فيعني يا اما ياسر ابراهيم مع سعد سمير، يا اما رامي ربيعه مع سعد سمير. ده يعني بتمنى كده. فالاثنين طبعا طمنونا، سعد رامي ربيعه وياسر ابراهيم طمنونا امبارح ان عندنا بدايل سعد وايمن اشرف ورامي وياسر ابراهيم، فاحنا اطمنا على الدفاع بتاعنا. وطبعا عوده احمد فتحي لعيب مهم جدا جدا جدا، وانا عاوز الجهاز المعاون يقول لصارتي احمد فتحي مهم جدا في المطوشه المهمه والكبيره اللي بره، زي اللي هنروح نلعبها في صن داونز. مع كل تقدير لمحمد هاني،
بس احنا لازم نوجد دور برضو لاحمد فتحي. الخبرات بتاعته هتفرق جامد جدا، خبراته يعني هتلاقيها في المطوشه التقيله وفي اللحظات الحرجه. وطبعا شفنا عمرو السوليه وندفيد، حتى ندفيد كان اقل شويه امبارح، بس عمرو السوليه كان ممتاز. وجيرالدو ما كانش في مستوى، ولا حسين الشحات في مستوى، ولا ناصر ماهر في مستوى، ولا ازارو لسه في مستوى. الرباعي اللي كان قدام هم اللي كانوا مقصرين على اداء النادي الاهلي. لما اتغير حسين الشحات ونزل رمضان صبحي ونزل صالح جمعه، بدأنا نحس ان في كوره اسرع شويه من اللي كانت موجوده. ف طبعا شفنا الاجوان، ربنا كرمنا بعد الدقيقه 90. ويعني لما شفنا الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد، والله لما بدأ يقع كده قبل نهايه الماتش انا قلت ان شاء الله هنكسب. وبعدين ما بيبطلهاش، كل فرق الدوري عرفت الهاني سليمان ان هو فيه الداء ده. والحمد لله بعد ده علي معلول ورمضان صبحي، احنا شفنا اللي بيقول لك في المنتخب احنا بنصغر في الاعمار وعاوزين اعمار. امال رمضان صبحي يعني راجل كبير ولا ايه؟ ده رمضان صبحي مواليد 97. حد يقول يفوق هاني رمزي وفوق اجيري، يقول لهم رمضان صبحي ده مواليد 97. ربنا يهديكم. تاني حاجه بنقول على الماتش مبروك، وما نفرحش ان احنا ان شاء الله هنوصل نبقى ابطال الدوري في النهايه، في نهايه السباق. ودي خطوه. كنا بنقابل زملكاويه يقولوا لنا انتوا اخر الدوري، احنا دلوقتي بقينا اول الدوري. اي نعم لسه للزمالك ماتش ومحدش عارف ايه اللي هيحصل، بس طول ما انت بتضغط على المنافس بتوصله للتوتر وعدم الثبات الانفعالي، ويبقى المدرب واللعيبه مش مطمنين، ويحصل عصبيه في الملعب، وده ممكن يخلق ان يفقدوا نقاط في اي ماتش من الماتش اللي جاي. بالتوفيق للنادي الاهلي في ماتش سان داونز، ورحله موفقه ان شاء الله، ويرجعوا لنا باحسن نتيجه من هناك ان شاء الله. اتمنى يعني الماتش اللي هناك نلعب يعني ناصر ماهر يا ريت لاسارتي يفكر يا اما يحط اجاييه في المكان ده، يا اما يحط حسين الشحات في المكان ده، يا ريت. واللي بيقول لك حسين الشحات اساسه باك يمين، وكان ايهاب جلال بيلعبه في المقصه باك يمين في وسط الملعب، فعنده الحته الدفاعيه دي كويسه. طبعا اللي شفنا من حسين الشحات، اللي هيسمعني دلوقتي يقول لي حسين الشحات عمل امبارح مشهد مش كويس، النادي الاهلي هيعاقبه. بس احنا عشان اللي عمله حسين الشحات والتضحيه اللي عملها حسين الشحات مش هنعفيه من العقوبه، بس الاهلي جمهور الاهلي يلتمس له العذر مع العقاب، مع فرض العقاب اللي هيرفض عليه السيد عبد الحفيظ لازم يتنفذ. احنا مش زي انديه تاني بيتف على الجمهور ويرجع يلعب، بيسب النادي بيسب الدين لرئيس النادي ويرجع يلعب. وطبعا يعني عادي تف عليهم، يشتمهم، يديهم بيك جزمه، وعادي حبيبنا وتجرسنا وهم كده، دي خلقته. من ايام شيكابالا يشتمهم ويسب ويلعن وبرضه عادي. احنا مش زي النادي ده. حسين الشحات لازم يتعاقب، بس احنا مش هنتباع عشان ده ايه، لسه بقالوش شهرين في النادي الاهلي. بالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله بقول ربنا هيرجعنا منتصرين من سان داونز، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيفرح. هقول نقطتين كده كانوا حاصلين، كنتش عاوز اتكلم بس يعني برضو. امبارح طلع فوزدق، طبعا انتم عارفين البرنامج بتاعهم بتاع النفاق اليوم ده توقف، ففوزدق على حسابه علق على الماتش وقال لك ضربة الجزاء. طبعا كلام احنا عارفينه التافه بتاع فوزدق، كابتن فوزدق ده، وضربة الجزاء وانتوا بتكسبوا بالحكام. وطبعا لما الجمهور دخل اداله من المنقي خيار، طلع قال لك بالفوز مش عارف ايه ومفيش، وهو
ووقفته برنامج النفاق اليوم عشان هو الوحيد اللي بيعلم الناس قلة الأدب وبيتريق. لا، ده أنا عاوز أقول لك يا كابتن فوزدو، هو برنامج النفاق اليوم هو اللي بيعلم الناس قلة الأدب. بس طبعا أنت تافه زي ما قلت لك قبل كده، ويعني أنت كويس أوي اللي خدت مني الوقت ده ومن مشاهدين الأعزاء، فكفاية كده على الكابتن فوزدو. في حاجة تانية برضو عن المعلق الشمال اللي هو أحمد الطيب سابقا، لكن اسمه أحمد شمال حاليا. المعلق أحمد شمال دوت اللي هو حاليا، كان سابقا أحمد الطيب، طلع شرارة. لو تفتكروا كان برنامج النفاق اليوم على المحور، كتب بوست وقال أنا انتظروني طالع مع حلقة مع الكابتن فوزدو. اتقفل تاني يوم البرنامج، طلع عمل بوست انتظروني مع الكابتن أحمد شمال على قناة الرافضين. قفلوا الرافضين. أنا بقول لك شمال، وكل ما هتمشي في حتة هتلاقيها شمال وهتتقفل عشان انتوا شمال. وطبعا تالت حاجة، شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح يعني ادى كلمتين لرئيس الخرارة في العظم، بس يا ريت يفهم. طبعا سمعنا سيد عبد الحفيظ، اللي ما سمعش انا هقول له سيد عبد الحفيظ قال ايه بالظبط في حاجة مختصرة كده. سيد عبد الحفيظ رد وقال له الكرة المصرية ما خربتش ولا دخل فيها الأخلاق، ولا شفنا فيها الأخلاق ديت، ولا سمعنا فيها الألفاظ دي غير من 2005 لما دخل رئيس الخرارة هذا الوسط. وقال له انت بتهمني ان انا اخوان وضد البلد واخويا مش عارف ايه قال له انا وطني اكتر منك ومن عيلتك، على لسان سيد عبد الحفيظ. وقال له إذا كنت بتعرفش تضغط على المنافس بالاحترام، تعال أعلمك أنا الاحترام إزاي وتضغط على المنافس إزاي، لكن قلة الأدب مش هتمشي معانا وهيترد عليك كلمة بكلمة. يا رئيس الخرارة، يلي رئيس الخرارة، مش قادر، أنا مش عايزين نتكلم كتير، احنا كنتش عاوز أتكلم عنه، بس أنا عاوز أقول لكم إن سيد عبد الحفيظ رد عليه امبارح، وعاوز يعني طبعا بقوا منبوذين وبقوا جربة، وكل ما يروحوا في حتة هتتقفل، ان هم دول رئيسهم رئيس الخرارة ومذيعينهم شمال ومعلقينهم شمال وسكتهم شمال، وربنا يكفينا شر الشمال، وربنا يحميكم من اللي زي دول من أهل الشمال، وربنا يحفظنا جميعا من أهل الشمال يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.